أهلا بيكم في قناة بين السطور، القناة اللي بنكشف فيها الجانب التاني من الحقيقة اللي ساعات بتكون أغرب من الخيال. لو دي أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن القصص اللي بنحكيها هنا عمرها ما بتكون عادية. النهاردة هنحكي قصة واقعية حصلت بجد، قصة مواجهة بين إنسان وغوريلا، لكن نهايتها محدش كان متخيلها. القصة بدأت من طفل صغير وضياعة في سنة 1996 في محمية طبيعية في الكونغو. كان في عيلة سياحية ماشية وسط الغابة، الأب والأم وأطفالهم. المكان كان آمن نسبياً لأن فيه حراس ومرشدين، لكن الغابة غابة والمفاجآت فيها بتحصل في لحظة. الطفل الصغير إدريان عنده 6 سنين انفصل عن أهله وهو بيجري يلعب. ثواني بسيطة واختفى في وسط الأشجار الكثيفة. الأب بدأ يصرخ، الأم انهارت، والحراس بدأوا يفتشوا المنطقة كلها، لكن الطفل كان اختفى تماماً. 3 ساعات من الرعب. الوقت عدى ببطء، كل دقيقة كانت كأنها سنة. الغابة مليانة حيوانات، تعابين ووحوش، ومين يعرف يمكن يكون وقع أو حتى تقابل مع غوريلا. لكن في اللحظة دي محدش كان يعرف إن إدريان مش لوحده. اللقاء اللي محدش كان متوقعه. في أعماق الغابة الطفل كان فعلا قابل ذكر غوريلا ضخم. باحثين في المحمية قدروا يوثقوا بعدين اللي حصل، لأن المشهد كان متسجل من كاميرا مراقبة مخفية مثبتة في واحدة من الزوايا. أدريان وقع على الأرض وكان بيعيط. الغوريلا قرب منه، ضخم جدا، شعره أسود وظهره فضي، العلامة اللي بتقول إنه ذكر قائد. كل الناس كانت متوقعة في لحظة إن الغوريلا يهاجم، لكن اللي حصل مختلف تماماً. الغوريلا الأب البديل. الغوريلا ما هاجمش ولا حتى خوف الطفل، بالعكس قعد جنبه وبصله وبدأ يعمل صوت هادي من صدره. الطفل سكت وبطل عياط. الغوريلا قرب أكتر ومد إيده الكبيرة وبدأ يطبطب على الطفل كأنه بيقوله ما تخافش، أنا هنا. وبدل ما يتحرك بعيد قعد حارس عليه، كل ما يسمع صوت غريب يبص حواليه وكأنه دوره إنه يحمي الطفل لحد ما أهله يوصلوا. المشهد ده استمر لأكتر من 1.5 ساعة. أول ما لقوه حصل الصدمة. لما الفريق أخيراً وصل لمكان الطفل كانوا متوترين جداً. شافوا الغوريلا قاعد جنبه والطفل نايم. أيوة، نايم، مش بيعيط، مش خايف، نايم وهو حاسس بالأمان. لما الغوريلا حس بوجودهم وقف وبص عليهم ومشي بهدوء في عمق الغابة، ولا هجم ولا خاف ولا حتى بص للطفل تاني، كأنه كان بيقول أنا خلصت دوري. إزاي ده حصل؟ العلماء قالوا إن ذكر الغوريلا أحياناً بيكون عنده مشاعر أبوة تجاه أي كائن صغير حتى لو مش من نوعه، لكن في الحالة دي الوضع مختلف تماماً. الغوريلا ده كان معروف بقوته وإنه عدواني مع الغرباء، لكن لما شاف الطفل لوحده صغير ضعيف اتحول من وحش لقلب كبير بيحمي. الناس كلها اتكلمت عن القصة، وسائل الإعلام كتبت الغوريلا أنقذ الطفل من الغابة، وغيرهم قال الوحش اللي بقى إنسان أكتر من بعض البشر. أما الطفل أدريان لما كبر قال أنا مش فاكر كتير، بس فاكر إني كنت حاسس بالأمان. الغوريلا ده ما كانش عدو. الخلاصة: في زمن الناس بتخاف من كل شيء مختلف، الغوريلا علمتنا درس. مش كل ضخم عنيف، ومش كل ساكت
غبي، ومش كل اللي شكله وحش لازم يكون خطر. الغوريلا ما اتكلمتش، لكن فعلها صرخ: أنا حارس مش قاتل. لو القصة دي هزت فيك أي مشاعر، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، لأن القصص اللي بنقولها هنا مش مجرد حكايات، دي حقيقية وعندها صوت. واكتب لنا في الكومنتات، هل تعتقد إن الحيوانات ممكن تكون أحن من البشر؟ وإيه رأيك في تصرف الغوريلا؟